النهارده حلقتنا بتهم كل الستات والبنات. يعني احنا عملنا الحلقه النهارده عباره عن اسئله على البيج من اسئلتكم، هنجاوبها كلها عن طرق الاهتمام والعنايه بمنطقه السنسيتيف اريا او منطقه البيكيني، وازاي نتفادى انها تلتهب وتغمق. احنا عندنا اسباب كتيره قوي تخلي المنطقه دي تغمق، تعالوا ناخدها باختصار. اول حاجه عدم العنايه او الاهتمام بالمكان ده. اولا المكان ده مكان نمو فطريات وبكتيريا، يعني بيحصل فيه التهابات، ومكان تعرض للميه اكتر، دايما يبقى مبلل. احنا عايزين ما يبقاش فيه بكتيريا ولا فطريات، وكمان دايما المكان ده ناشف. فانا اهتم جدا جدا بالمكان السنسيتيف اريا ده علشان ما يحصلش فيه التهابات. ودايما زي ما بنقول في كل حلقاتنا، الالتهاب يؤدي للغمقان، فانا مش عايزه يحصل التهاب. اهتم ازاي؟ بغسول فاجينال بستخدمه باستمرار كل يوم، يعني ما ينفعش افوت يوم، لازم استخدم غسول للفاجينال. الغسول ده بيبقى فيه مواد مضاده للفطريات، بالاخص الفطريات، لان زي ما قلت المنطقه دي مبلله، والمكان المبلل او اللي يبقى فيه ميه كتير او فيه تعرق زياده هو اكتر ميديا تنمو فيها الفطريات. فانا اهتم قوي بان هي غسول بيمنع نمو الفطريات والبكتيريا في المكان ده عشان ما يحصلش التهاب، والتهاب يغمق. تاني حاجه، المفروض الملابس الداخليه اللي بلبسها تكون قطن 100%. كل ما كانت لكرة او مايله للصناعي، كل ما كانت الاحتكاك بتاعها اعلى، كل ما كان الغمقان اعلى. وانا مش عايزه يبقى فيه احتكاك. طبعا الاحتكاك اللي هو بيجي نتيجه السمنه، فده بتبقى يعني حاجه خارجه عن ارادتك، فحاولي ان انت تتجنبيها بانك تلبسي ملابس طويله قطن وفاتحه. من امثله الغسولات اللي انا ممكن استخدمها لمنطقه البيكيني، في حاجات كتيره قوي في السوق وكلها في متناول ايدنا، يعني كلها حاجات كتيره قوي، شركات محليه وبرده كويسه. انا جبت امثله، طبعا ده مش الكل. عندي الكاسكاده، ده من الحاجات الحلوه قوي قوي، وفي نفس الوقت الجل بتاعه له ريحه زي روزي كده، فلطيف جدا وجنتل، ما بيعملش اي التهاب او حرقان او مشاكل، حتى لو اوريدي انت عندك التهاب واستخدمتيه. عندي الشان منزل برضو جل حلو قوي، مضاد للفطريات من الدرجه الاولى ورخيص، وهيقعد معاكي فتره طويله جدا. انا هستخدمه مره واحده بس في اليوم، يا بالليل يا الصبح، المهم ان هي مره واحده وبميه، وهنشف مكانه كويس جدا جدا. هي برضو هيسيب ريحه حلوه قوي معاكي. في حاجات كتيره في السوق نزلت فيها فيتامين سي عشان تساعدك شويه على التفتيح، زي كولاجيرا سي برضو، وريحتها حلوه جدا. المهم لازم يبقى عندي غسول فاجينال بستخدمه يوميا. تعالوا نتكلم على طرق ازاله الشعر في منطقه البيكيني اللي ممكن يؤدي للغمقان. نمبر 1 ان انا هستخدم الكريمات الكيميكال. الكريمات الكيميكال اللي بتزيل الشعر في المكان ده فعلا هتؤدي لالتهاب وغمقان المكان ده، او كتر استخدامها. لو بستخدمها مره مثلا كل فتره، او نتيجه ان انا مستعجله او كده، اوكي، لكن استخدامها بصفه روتينيه هيؤدي لغمقان المكان ده. استخدام السويت والواكس عاده بيؤدي للغمقان لو حصل التهاب، وده بيحصل لان الناس بتستخدم الواكس سخن، فبيحصل منه لسع او التهاب، وبرضه هيعمل لي غمقان في المكان. بلس انه له دور تاني غير الغمقان، السويت والواكس او حاجه فيها نزع قوي، انها بتعمل تهدل قوي في منطقه الفاجينال. دي حاجه مش حلوه ابدا، لان علاجها صعب. التهدل ده برضه بيخلي ملمس الجلد ما فيهوش الاستيستي، يعني مش مشدود، وبالتالي برضه شكله مرخي وغامق. فالطرق دي خلاص، يعني الطرق دي يعني طرق الازاله القديمه دي المفروض نستغنى عنها، وافضل طرق هو الليزر. وعايزه اقول لكم ان الليزر استخدامه في منطقه الفاجينال بطريقه صح وباستخدام افتر كير صح عمره ما هيغمق مكانه. لان الناس النهارده بتتكلم على الليزر سمعته انه بيغمق المكان، ده ما بيحصلش على الاطلاق. مستحيل يكون الليزر سبب في غمقان الجلد في منطقه البيكيني. اللي بيحصل ان العميله اللي بتعمل ليزر ما بتهتمش بالافتر كير اللي الدكتور بتقوله لها بعد الليزر، وبتقول يعني ده الافتر كير ده لو حصل لي مشكله او لو اتحرقت. لا، الافتر كير وانس عملتي جلسه الليزر لازم تستخدميه من يومين ل3. مستحيل الجلد هيلتهب او يغمق في منطقه البيكيني. امن وسيله ما تبسلكيش مشاكل وما تسببلكيش غمقان هو الليزر لازاله الشعر. تمام. اذا اوريدي انا عندي المكان غامق او هو اوريدي غمق وانا عايزه افتحه، في طرق كتير جدا. انا ممكن الجا للوصفات الطبيعيه بس في البيت، وهتلاقوا حلقات كتيره عندنا على قناه الوصفه اتكلمنا فيها على طرق تفتيح البيكيني بوصفات طبيعيه. ده في حاله ما اذا كانت اللون غامق حاجه بسيطه، يعني مش محتاج مني ان انا اروح لعياده. لكن لو اللون مغمق اكتر، فانا ممكن الجا لليزر تفتيح، مش ليزر ازاله الشعر. في انواع تانية وفي اجهزه تانية بتستخدم لتفتيح الجلد، مش لازاله الشعر خالص، ملهاش علاقه بيها. برضو في حاله ما اذا كانت الصبغه متوسطه.
لكن لو انا عندي اللون غامق قوي ومحتاج جلسات اعلى، فانا مش قدامي غير ان انا اعمل تقشير. التقشير مفيش منه اي قلق ولا اي ضرر اذا كنت بختار المكان المناسب والنوع المناسب، لان مش اي تقشير ينفع للسنسيتيف اريا، هي من اسمها منطقه حساسه. فالمنطقه الحساسه ليها انواع تقشيرات معينه خاصه بيها، ما ينفعش استخدم لها مثلا تقشيرات البادي او تقشيرات الركب او تقشيرات بستخدمها للفيس. هي ليها تقشيرات خاصه بيها، مش هتسبب التهاب، مش هتسبب غمقان، بالعكس نتائجها فوق الممتازه اذا برضو العميله اتبعت التعليمات. لو انا عندي المكان فعلا غامق قوي، فانا محتاجه اعمل جلسه تقشير وبعدها استمر في البيت على كريم ريليتد بالتقشير. يعني هو الكريم ده جاي مع جلسه التقشير، انا بستخدمه بس بيستخدم في البيت لفتره معينه، هيزيل لي الصبغه كومبليتلي وهيديني نتائج فوق الممتازه، بس تتبعي التعليمات مظبوط. تمام. عشان يبقى عندي جلد حساس او ملتهب او عرضه للالتهاب، لازم ابعد عن استخدام الحاجات الاجريسيف او الاريتيتد زي الكحول. يعني فما استخدمش مثلا برفيوم فيه نسبه كحول عاليه، ما استخدمش مزيلات العرق العاديه. المكان ده انا ممكن اعطره ناتشرالي خالص بميه ورد، حتى زي اللي بتعمليها في البيت. وطريقه عمل ميه الورد في البيت هتلاقوه برده بحلقه عندنا في قناه الوصفه. ممكن استخدم الغسولات اللي في السوق اللي زي قلت لكم عليها دي، بتنزل مخصوص للمنطقه الحساسه، فبتبقى خاليه تماما من الكحول الباربينز، فما بتعملش اي التهاب، وفي نفس الوقت بتبقى فيها ريحه عطر. ممكن استخدم المسكات اللي بتنزل ناتشرال خاصه بمنطقه البيكيني زي مسك الطهاره والمسكات المشهوره اللي بتاعت البراندات المحترمه، هتلاقوا فيها هي ريحه حلوه قوي ريحه المسك، وبيتحط منها نقطه بسيطه بس في الثنايا وما بتعملش برضو اي التهاب ولا اي حاجه. لكن لو عندي المكان بيلتهب هبعد عن البرفيوم وعن مزيلات العرق العاديه. في نهايه الحلقه اتمنى نكون لمينا كل ما يخص السنسيتيف اريا او منطقه البيكيني، وازاي نهتم بيها وازاي نتجنب انه يحصل فيها غمقان، وحتى لو حصل نعالجه ازاي. اشوفكم في حلقات جايه كتير.